أعزائي مشاهدين قناة خلطبيطة، أهلا وسهلا بكم. إدارة ليفربول وأرن سلوت المهرج قرروا إن صلاح مش هيسافر في رحلة ميلانو عشان يواجهوا إنتر ميلان في الشامبيونز ليج كنوع من العقاب على تصريحاته الأخيرة ضد الإدارة وضد المدرب اللي قعدوا 3 ماتشات على دكة الاحتياطي، أكن صلاح هو المشكلة وبيحاول يداري سلوت خيبته ونتائجه السيئة انه يلقي اللوم على صلاح. ولكن طبعا شفنا كلنا انه برضه تعادل مع ليدز يونايتد واستقبل 3 اهداف في عدم وجود صلاح، عشان يبين ان المشكله فيه هو ان هو مدرب سيء. ولولا محمد صلاح و دياز واليسون وجوتا السنه اللي فاتت ما كانش قدر ياخد البريمير ليج، وكان هيطرد من العام الماضي. ولكن صلاح انقذه وجاب له بريمير ليج. ادينا شفنا صلاح في التدريبات بيهزر مع اللعيبه وبيتدرب عادي، ولكن طبعا متجاهل سلوت، وسلوت ما بيتكلمش معاه. وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد ماتش الانتر وبعد ماتش برايتون في الدوري. صلاح هيسافر كاس الامم الافريقيه، وهنشوف لما يجي هيحصل ايه.